السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة، ويا رب دايما كده نكون قد الثقة اللي حضراتكم بتديها لنا، ويا رب دايما كده نكون عند حسن ظن حضراتكم. احب افكر حضراتكم دايما ان احنا بنستنى منكم الدعم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. تعالوا بقى النهارده معانا نعمل كده غدا سهل وبسيط، ان شاء الله يكون اقتصادي، كل اي حد ممكن يقدر يعمله. هنعمل النهارده مع حضراتكم البسله، هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، وهنعمل كمان معاكم رز بطريقه جديده حلوه جدا هتعجبكم جدا ان شاء الله. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف المقادير بتاعتنا النهارده بتقول ايه. معايا النهارده للبسله بتاعتي معايا بصله متوسطه الحجم او كبيره، اللي يريح حضراتكم، مقطعينها مكعبات مش صغيره قوي مش كبيره قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. ومعايا كمان معلقتين كبار من السمنه، ومعايا بطاطسايه متوسطه الحجم مقطعها مكعبات زي ما حضراتكم شايفين كده. ومعايا كمان بسله مقطع عليها وحدتين من الجزر، جزرتين مقطعينهم مكعبات زي ما حضراتكم شايفين كده. ومعايا كمان كيلو من الطماطم، ومعايا التوابل بتاعتي مكعب مرق ملح، معلقه سكر عشان حموض الطماطم، ومعايا كمان فلفل اسود بس مش محتاجين اكتر من كده. دي كده بالنسبه للمقادير بتاعتنا بتاعه البسله. هنقول مقادير الرز بس بعد ما نبدا في البسله عشان ما نتوهش مع بعضنا. هنيجي هنا بقى عندنا على النار، احنا حاطين الحله بتاعتنا هنا على النار، انا حاططها بس تسخن شويه عشان اول ما انزل بالماده الدهنيه بتاعتي تسيح على طول. هنزل عندي على طول بالسمنه، هنزل بمعلقتين كبار من السمنه. طبعا اول ما هننزل بالسمنه السمنه هتسيح لان الحله عندنا اوريدي سخنه. وبعد كده هنزل على طول بالبصل، والبصله هنا بقى احنا مش هنحمرها قوي، احنا يا دوبك بس عايزينها تصفر، يعني تدبل كده وتاخد لون جلد بسيط، مش محتاجينها انها تصفر تحمر قوي او تدبل قوي. بالنسبه للبسله يا جماعه، في ناس ممكن تحط عليها توم، ودي من خضار الشتاء عامه، من الحاجات اللي ممكن ندخل معاه اي حاجه احنا عايزينها. يعني ليه طرق دي كتيره ممكن نعملها بيه، يعني البسله مش دي بس اللي ممكن نعملها بيه. البسله وصلت انها تتعمل طاجن، يعني ممكن نعملها زي ما هي كده اهوت ونفضيها في طاجن فخار وندخلها الفرن، بقت زي الباميه. فهو ده الحلو في الخضار بتاع الشتاء، ان احنا ممكن نعمل فيه اللي يجي على مزاجنا. وزي ما احنا قلنا احنا شعارنا الطبخ للجميع، وممكن اي حد يعمل اي حاجه باي حاجه، يعني ممكن من حاجات بسيطه او مكونات صغيره نعمل طبخه وطبخه تكون حلوه جدا. فاحنا ممكن في الناس اللي بتحب تحط فيها توم، اول ما البصله بتاعتنا تبتدي تدبل هننزل بالثوم على طول، مش محتاجين توم، او في ناس ما بتحبش توم عشان القولون والحاجات دي، فهنستغنى عن الثوم وهتبقى طعمها حلو جدا برضه. كمان في ناس ما بتحطش بطاطس في البسله، دي اذواق، اللي عايز يحط واللي مش عايز ما يحطش. في ناس ما بتحبش فيها جزر، اذواق برضه، اللي عايز يحط واللي عايز ما يحطش. وبالنسبه لتفريزها احنا ممكن نفرطها بالطريقه دي ونحط عليها الجزر على بخار ميه، نحطها بس كده على بخار ميه لمده من 5 ل 10 دقائق، والميه طبعا يكون فيها عصره ليمون علشان تحتفظ لي باللون الاخضر بتاعها. وبعد كده نحطها نسيبها لما تهدى خالص او تبرد خالص، ونحطها في اكياس بلاستيك او اكياس ثلاجه ونحطها في الفريزر، ونتاكد ان احنا مطلعين من الاكياس بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها، نتاكد ان احنا مخرجين منها الهواء علشان البسله بتاعتنا ما تبوظش في الفريزر. وكمان احنا قلنا قبل كده ان احنا هنعمل مع حضراتكم تفريز الخضار ان شاء الله باذن الله، هنعمله ان شاء الله قدام حضراتكم، علشان في حاجات ما بتبقاش موجوده غير في الشتاء وبنشتاق لها جدا في الصيف، والبسله من الحاجات دي، يعني من الخضار اللي الناس بتحب تاكله في الصيف وما بيكونش احيانا موجود، فبنضطر ان احنا نفرزه. وطريقه تفريزها سهله جدا، في ناس بتحطها زي ما هي، ما انصحش ان احنا نحطها في الفريزر زي ما هي من غير ما نديها حمام بخار. في ناس بتسلقها سليق، نص سليق، ما انصحش برضو، لانها لما نحطها في الفريزر هتتهري جدا من التلج، فلما نيجي نعملها مش هيبقى ليها طعم. بس يعني هي ممكن الناس تعملها مسلوقه او الناس تحطها زي ما هي، ممكن نحطها بالجزر وممكن من غير الجزر.
ممكن نعمل الجزر لوحده، بس احنا بنقول يعني اختصارا للوقت والجهد احنا ممكن نعمل الاثنين مع بعض، خصوصا ان احنا لما بنيجي ننزلهم على النار بننزلهم الاثنين مع بعض، ما بننزلش الجزر الاول بعد كده البسله، لان هم تقريبا بياخدوا نفس مده السوا بتاعتي. هنا عندي بقى البصلايه بتاعتي ابتدت تصفر، وانا مش عايز اشد عليها اكتر من الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بالطريقه دي كده. هبتدي بقى هنا انزل عندي بالطماطم، والطماطم بتاعتنا هنا مش معصوره، وممكن لو عايزين نعصرها ممكن نعصرها عادي، ما فيهاش اي مشكله. هنزل عندي كده بالطماطم وهسيبها عندي تغلي وتتسبك تماما. اللي هعمله هنا بقى ايه؟ انا هنزل بالتوابل هنا بحاجتين اتنين بس، هنزل بمكعب المرق وهنزل كمان بالسكر. هنزل بمكعب المرق، مش هنزل بالملح دلوقتي خالص، وهنزل بمعلقه السكر بس، وهسيب الكلام ده بقى كله كده يتسبك براحته تماما. وبعد كده هنزود له كوبايتين من الميه علشان نحط الخضار بتاعنا. بس قبل ما نحط كوبايتين الميه هنعمل تركايه كده هتفرق معانا جدا في طعم البسله. هفصل مع حضراتكم لحد ما نشوف مقادير الرز بتاعتنا عامله ازاي، ونرجع تاني مع بعض. ورجعت لكم تاني يا جماعه نشوف بقى مقادير الرز بتاعتنا النهارده بتقول ايه. الرز اللي هنعمله النهارده هو رز ينفع جنب البسله، ينفع جنب مشويات، ينفع جنب حاجات اكلات كتير. هو اي نعم هيبقى رز مبهر، هيبقى فيه كاري وهيبقى فيه كركم، وده هيديله لون اصفر حلو، وهو ده المطلوب. احنا هنا بنعتمد بقى على التوابل بتاعتنا وعلى كمان لون الرز بتاعنا، وده اللي بيخليه يبقى رز جديد، او هو مش رز بسمتي، هو رز مصري بتاعنا عادي. فهنعمله بنفس طريقه الرز البسمتي، هيختلف بس في حاجات صغيره قوي. طبعا كميات الميه، الحاجات اللي احنا هنزودها عليه هي دي اللي هتفرق ما بينه وبين الرز البسمتي، بس كطعم هو بيديني طعم حلو جدا جدا جدا. معايا النهارده المقادير بتاعي ايه؟ معايا رز، ومعايا كمان التوابل بتاعتي بقى عباره عن ايه؟ معايا فلفل اسود، ومعايا كزبره، ومعايا شطه، ومعايا بصل بودر، ومعايا قرفه، ومعايا كاري، ومعايا كركم، ومعايا توم بودر، ومعايا ملح، مكعب مرق، فصين من الحبهان، وكمان عودين من القرنفل. بس مش محتاج اكتر من كده. هي دي التوابل اللي احنا هنحطها عندي على الرز، وجربوها وهتشوفوا هتدوقوا طعم مختلف تماما للرز باذن الله. ومعايا كمان ميه مغليه. عندي حله على النار حطيت فيها معلقتين كبار من السمنه و3 معالق من الزيت، وهنا الطماطم بتاعتنا بتاعت البسله عندي على النار حطيتها تغلي براحتها. هنا انا حطيت الماده الدهنيه بتاعتي عندي على النار، وهنزل بعد كده بالتوابل كلها مره واحده. انا عايز اشم ريحه التوابل دي كلها، وهي ريحتها بتطلع ريحه الكركم مع الكاري مع مكعب المرق. انا عايز اشم الريحه دي. بعد كده هنزل عندي بكميه الرز بتاعتي تاخد بس تقلبتين تتغلف من التوابل اللي عندنا دي يا جماعه، واللون كمان بتاعها. احنا هنا مش هنشوح الرز، احنا بس عايزينه يتغلف بالماده الدهنيه بتاعتي اللي خدت التوابل، يعني خدت ريحه وطعم التوابل. انا عايز الرز بتاعي يتغلف بس بيها، وياخد عندي اللون اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي، اللون اللي هو الاصفر الجميل ده. هقلب كل الكلام ده عندي كده. وطبعا اللي بيحبوا يكون سبايسي شويه وده بيبقى احلى، بيديله طعم كمان احلى، ممكن نحط معلقه من الشطه بتديله طعم حلو جدا. هنا بقى بتديني طعم الرز البرياني، فالشطه بتديني طعم حلو جدا للرز. فاللي يحبه بالطريقه دي يحط هنا، يزود كمان معلقه من الشطه. هنا عندي كده الرز بتاعي اتغلف، انا مش عايز اشوح، انا قلت مش عايز اشوح الرز. هنزل عندي كده في المرحله دي بالميه بتاعتنا، والميه بتاعتنا قلنا انها تكون سخنه او مغليه. وهقلب الكلام ده كله بقى كده. وطبعا هندوق ونتاكد من الملح، ولو في لومي ممكن نحط لومي برضو بيديله من الحاجات اللي بتديله طعم ونكهه حلوه جدا. ولو في احنا هنا حاطين القرفه باودر، لو في قرفه خشب مش هتقول لا، هتمشي عادي، مش هتمانع ولا هتقلل في القيمه بتاعت التوابل بتاعتنا. هغطي بقى عندي الرز بالطريقه دي لحد ما يتشرب الميه بتاعته، ونهدي عليه النار زيه زي الرز العادي بالظبط. هوري مع حضراتكم هنا الصلصه بتاعتنا وهي بتتسبك.
وانا مش عايز اوصل لمرحله التسبيك القوي. يعني احنا بنقول هنا بنسبكها بنسبه مثلا 80%، وبعد كده هنعمل التركية اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها. هفصل مع حضراتكم لحد ما نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها وارجع اكمل مع حضراتكم. خليكم معايا. بصوا بقى يا جماعه، انا هنا دلوقتي الطماطم وصلت معايا للنتيجه او للمرحله اللي انا عايز اقول لحضراتكم عليها، اللي هي انها تتسبك بنسبه 80%. هعمل ايه هنا دلوقتي؟ انا بقى هنا مش هنزل عندي بالميه دلوقتي، هنزل قبل اي حاجه بالخضار بتاعنا. هنزل بالخضار بتاعي اللي هو البسله مع الجزر، عشان ال 20% اللي باقيين من تسبيك الخضار بتاعي تستوي معاهم هنا البسله بتاعتي. وهقلب بالطريقه دي وهسيبها عندي تكمل تسبيكها لحد ما زي ما قلنا احنا بنعرف ازاي ان الطماطم بتاعتي او الصلصه بتاعتي اتسبكت. الماده الدهنيه بتاعتي بتطلع فوق الوش، في المرحله دي بعرف ان هي هنا اتسبكت. بعد كده هبتدي ان انا اضيف البطاطس. البطاطس مش بنضيفها دلوقتي، ليه؟ لان البطاطس ما بتاخدش نفس سوى البسله والجزر. هما يعني البسله عامه بتستوي، البطاطس انا اسف البطاطس بتستوي قبل البسله والجزر، فبنحطها في متاخر شويه. هفصل بقى مع حضراتكم لحد ما توصل للنتيجه اللي احنا عايزينها، وقبل ما نحط البطاطس هوريها لكم عامله ازاي. خليكم معايا. ورجعت النتيجه يا جماعه. كده هنا عندي انا البسله بتاعتي خلاص وصلت للدرجه اللي احنا عايزين، المرحله اللي احنا هنحط فيها البطاطس. هنزل عندي بقى بالبطاطس بتاعتي وهديها تقليبه، وبعد كده هستنى عليها 5 دقايق تغلي مع البسله، وبعد كده هنزل عليها بكوبايتين او 3 كوبايات من الميه، وبعد كده اسيبها عندي تاني. طيب انا لو محتاج ان انا احطها في طاجن، في المرحله دي هتغلي غلوه وهنزل عليها بكوبايه واحده بس او كوبايه ونص من الميه، وبعد كده احطها في طاجن يكون سخن طالع من الفرن سخن، وبعد كده ادخلها عندي الفرن تكمل سوا في الفرن. مفيش مشكله لو بطيناها بورق فويل وبعد كده شيلته عشان تاخد الوش اللي عندي من فوق، وساعتها هتاكلوا طاجن ما حصلش ولا اروع من كده. هسيبها بقى تغلي زي ما حضراتكم شفتوا كده. احنا قلنا بس هما دقيقتين 2 بس مش اكتر من كده. وبعد كده هزود عندي الميه بتاعتي، والميه تكون سخنه، مش هنحط ميه بارده. يعني انا مش محتاج ان انا اكتر من كده، ان البطاطس اساسا ما بتاخدش سوا كتير فتستوي على طول، عشان كده ما بنحطهاش مع الخضار بتاعنا من الاول. هنزل بقى عندي كده بالميه بتاعتي، هي خلاص اتسبكت. هنزل بكميه الميه بتاعتي، وطبعا هروح نازل عندي ب التوابل بتاعتي، الملح والفلفل الاسود. طبعا احنا حاطين مكعب مرق وحاطين كمان معلقه من السكر، وعشان تعادل الحموضه بتاعت الطماطم بس. وهسيبها عندي بقى كده لحد ما تستوي. هتاخد معايا بالظبط يعني مش هتكمل 10 دقايق وهتكون الخضار بتاعنا كله استوى، كمان الرز بتاعنا داخل في السوا. هفصل مع حضراتكم بعد كده نشوف هنقدم الاكل بتاعنا ازاي. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد بقى ما خلصنا الاكل بتاعنا وغرفناه. ده بيبقى شكله ادي الرز زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين لونه تحفه ازاي، وطعمه كمان وريحته ولا اروع. جربوه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبكم باذن الله، ومش هتعملوا رز بعد كده غير بالطريقه دي باذن الله. وادي البسله عندنا استوت، هي ما خدتش معانا على النار بالظبط 10 دقايق، وكان الخضار بتاعنا كله مستوي لان احنا اصلا مسويينه اصلا اساسا مع الطماطم. اتمنى بقى كده النهارده الغدوه بتاعت النهارده تكون عجبتكم. هستنى بقى كومنتات حضراتكم الجميله تقولوا لنا فيها جربتوها ولا لا وعجبتكم ولا لا، وكمان تقولوا لنا اسامي وصفات واكلات نقدر نطبقها سوا مع حضراتكم بطريقه سهله وبسيطه. وما تنسوناش يا جماعه بالدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله، ومع السلامه.